متى زيادة الرواتب في السعودية 2024 وما قيمة الزيادة المتوقعة؟ متى زيادة الرواتب؟ كشف تقرير اقتصادي عن توقعات عن زيادة الرواتب في السعودية خلال العام الجديد 2024 بناء على تحليل أجرته وكالة التوظيف الشهيرة كوفرينتس إستاندا إلى أرقام وتحليلات سوق العمل في العام. وقد تساءل الكثير من الموظفين في المملكة عن حقيقة خبر زيادة الرواتب في العام 2024 القادم، وما هي الزيادة المتوقعة في الرواتب، وهل تشمل موظفي القطاع الحكومي من المدنيين والعسكريين، والعديد من الأسئلة التي شغلت عقول الملايين من الموظفين. وبخصوص متى زيادة الرواتب في السعودية 2024، فقد نشرت الصحف السعودية تقريرا من وكالة التوظيف كوبري فيتش ذكرت فيها إنها تتوقع زيادة الرواتب في السعودية خلال العام التقويمي المقبل. وبحسب التقرير فإن 26% من الشركات شاركت في استطلاع كوبر فيتش، مشيرا إلى أنها لا تنوي إجراء أي خطة بشأن رواتب موظفيها، فيما أضافت نحو 9% من الشركات نسبة 10% من رواتب الموظفين. وفيما أظهر الاستبيان أن نحو 78% من الشركات تخطط لتقديم مكافآت سنوية لموظفينها بناء على الأداء المالي للشركة في عام 2023، بينما تخطط 24% من الشركات لدفع راتب شهري واحد كمكافأة سنوية للموظفين، في حين أن 21% منها تعتزم دفع ما يعادل راتب شهرين كمكافأة للموظفين. وبحسب التقرير فإن نسبة الزيادة ستكون 6%، علما أن الشركة كوبر فيتش سبق أن أعلنت أنها تتوقع في عام 2023 زيادة الرواتب خلال العام الحالي بنسبة 3%، استنادا إلى التطور السريع وتنويع الاقتصاد في المملكة. ومن غير المعروف إن